باجي بقى على السر، على ايه، على الجمال والابداع بقى، والحاجه اللي هي بتخلي طعمي او معلش لو انا جيت اقول لك ان انا اللي هو الخلنجان ده سر الخلطه كلها في الخلنجان، والله العظيم الخلنجان ده لو انت جربتيه معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبيب قلبي في كل مكان، بحبكم في الله في البدايه. واهلا ومرحبا بكم على قناتنا المتواضعه عطاره بيت التوابل. تعالوا النهارده اكلمكم عن وصفه كتير من حبايبنا كلمنا عنها، كتير من حبايبنا بعت لي على الواتساب، كتير من حبايبنا كلموني على القناه على اليوتيوب، كلموني قالوا لو سمحت احنا محتاجين نعرف مقادير بهارات الفراخ، ونعرف مقادير السبع بهارات المشكله، ونعرف مقادير اللي هو الخلطه المشكله اللي هي الميكس اللي هتمشي معايا لجميع الاكلات. ان شاء الله جات لكم النهارده، قلت اصور عندي في البيت بحيث التصوير يكون كويس اوضح من العطاره عندي. تعالوا النهارده اقول لكم على سر الخلطه بتاع العطارين، واقول لكم على اسرار كتيره خاصه بخلطه البهار المشكل بتاعنا. ولكن قبل ما اقول لكم بالله عليكم لو مشتركين في القناه، لو انتم مش مشتركين في القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك بالله عليكم دلوقتي، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. سبحانك ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا. تعالوا الاول نتعرف على تشكيله البهارات اللي معانا قبل اي حاجه، ان شاء الله نبدا نتعرف عليها، وبعد كده نقول هنعمل التحويجه بتاعتنا ازاي. يلا بينا نتعرف عليها. اول حاجه معايا هنا جبت كمون بلدي، ده كمون بلدي درجه اولى متغربل، حاجه ما شاء الله محترمه جدا عاليه الجوده. معايا هنا كبابه صيني تمام برضو درجه اولى جدا جدا، الحبايه اللي هي الوسط تمام حاجه كويسه. جبت انا هنا كزبره، ديت الاحتياجات اللي احنا هنحتاجها. جبت كزبره بلدي خضراء درجه اولى حاجه كويسه جدا جدا. ومعايا هنا جوز الطيب الحبايه الكبيره حاجه ما شاء الله. وتاكدوا يا جماعه من جوز الطيب ان هي الحبايه اغلب بتكون مسوسه، فتاكدوا منها مش شرط تكون مقفوله كده. جبت هنا حبهان اخضر سريسي حاجه ما شاء الله كويسه جدا، ده شغل ترى كل اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده شغل ترى عندي. جبت هنا قرنفل المسمار حاجه ما شاء الله، اللي هو القرنفل الاسود العتيق الراس كلها موجوده فيه حاجه ما شاء الله عاليه الجوده. جبت معايا هنا فلفل ابيض تمام. جبت هنا ليمون اسمر او لومي على حسب المصطلح اللي موجود عندكم، او ليمون مجفف. وجبت هنا فلفل اسمر برازيلي بي 1، الفلفل الاسمر البرازيلي البي 1. ومعايا هنا روزماري. وجبت هنا معايا كركم، سجلوا بالله يا جماعه المقادير دي كلها. وجبت هنا ورق لورا مقطف بدون عيدان. وجبت هنا معايا زر ورد. وهنا شطه سوداني حاجه غير طبيعيه، والله العظيم يا جماعه الشطه دي لو فضلت اكلمكم عليها فترات كلامي كله مش هيكفي الحلاوه والجمال. ده شطه اسواني شغل استيراد حاجه ما شاء الله، اسواني وسوداني الاثنين لان الحدود واحده يعني. وجبت معايا هنا جنزبيل جنزبيل في مجفف او فريش بس مش اخضر يعني، حاجه ما شاء الله ناشفه كده حاجه كويسه قبل الطحن. وجبت هنا معايا خلنجان. طيب ديت بقى، ومعانا هنا اخر حاجه معلش معايا هنا قرفه سيجار سريلانكي درجه اولى. طيب انا كده جبت التحويجه بتاعتي، وازاي اقدر اعملها بقى. انا خلاص عارف الاصناف اللي معايا وعارف الجوده اللي معايا، ازاي ان انا اقدر اعمل تشكيله بسيطه. انت عاوز تعملي بهار يمشي للفراخ، عاوزه تعملي معاكي بهار يمشي للحمه، عاوزه تعملي معاكي بهار يمشي للمحشي، عاوزه تعملي معاكي بهار يمشي للكفته، عاوزه تعملي معاكي بهار يمشي لجميع الاصناف، اعمله لك. يلا بينا نعمله مع بعض. ولكن بالله عليكم لايك وشير دلوقتي، لايك بالله عليكم، لايك مش هيخسركم كتير، لايك بس بحيث ان القناه تنتشر وتوصل لاكبر عدد ممكن، وما تضيعوش تعبنا ان شاء الله. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا الاول نعرف على المقادير، ولكن قبل ما نعرف المقادير هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني حبايبنا في كل مكان، بحبكم في الله. تعالوا بقى اقول لكم على الايه، على المقادير اللي احنا هنعمل بيها التحويجه بتاعتنا اللي هتمشي لجميع الاكلات زي ما قلت لكم. ولكن بالله عليكم لايك دلوقتي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا اقول لكم سريعا على المقادير تاني تمام. هنجيب كمون، هنجيب كبابه صيني، هنجيب معانا كزبره، جوز الطيب، حبهان، قرنفل، فلفل ابيض، لومي، هنجيب فلفل برازيلي بي 1 فلفل اسمر، هنجيب كركم، هنجيب روزماري، هنجيب ورق غار او ورق لورا على حسب المسمى في البلد بتاعتكم. والحبهان في بعض البلدان زي السعوديه ودول الخليج اسمه هيل. هنجيب معانا اللي هو زر الورد، هنجيب شطه، هنجيب جنزبيل، هنجيب خلنجان، هنجيب قرفه. طيب اعمل التحويجه دي ازاي واعمل مقادير؟ انت مثلا عاوزه تعملي على حسب الافتراض، عاوزه تعملي مقادير بشكل يومي، تطحني اكلك او تطحني معلش طحونه التوابل بشكل يومي، عاوزاها دايما تكون فريش. فتعالي خليني اعمل كمتوسط للمقادير. انت مثلا انا هطحن مثلا كمتوسط مقادير، انت عاوزه تعملي على قد الايه
اسبوع مثلا. فتعالي اقول لك على مقدار الاسبوع. هنيجي مثلا اول حاجه عندنا هنا على الكزبره، هناخد مثلا قيمه 5 معالق من الكزبره. قيمه 5 معالق، احنا كده خدنا كام؟ قيمه 5 معالق من الكزبره، تمام. عليهم 3 معالق من الكمون. ده لو انا هطحنها بشكل يومي، بطحن شغل بشكل يومي 3 معالق من الكمون. عليهم معلقتين من الفلفل الاسمر، معلقتين او معلقتين ونص من الفلفل الاسمر، تمام. عليهم معلقه من الفلفل الابيض، بحيث الفلفل الابيض، طب انا ليه احط الفلفل الابيض معايا؟ الفلفل الابيض ليه مميزات كتيره، من ضمن مميزات الفلفل الابيض ان هو ما بيسمرش معاك الشوربه. كتير من حبايبنا بيجي لي المحل بيقول لي انا دايما الشوربه عندي سمره، او بيسالني على بهار اللحمه. بهار اللحمه ده لوحده، ولكن الشوربه مش عاوزاها سمره، هتوقفي هتقللي الفلفل الاسمر وهتكتري من الفلفل الابيض، بيديكي طعم كويس جدا جدا برضو. طيب احنا خدنا ايه؟ خدنا معلقه من الفلفل الابيض. هناخد قيمه معلقه الشاي الصغيره من القرنفل. قيمه ايه؟ معلقه الشاي الصغيره من القرنفل، تمام. على قيمه برضو قيمه 10 حبات او 15 حبايه، خلوها 10 حبات مثلا، متوسط 10 حبات من ورق الايه؟ من الحبهان. على قيمه واحده من جوز الطيب. انا كده بطحن بهار هيكفيك مثلا اسبوع في البيت، او هيكفيك مثلا على حسب الاكلات اللي حضرتك بتعمليها. هناخد برضو معانا من الايه؟ قيمه 3 حبات، تمام، من الكركم. الكركم ده يا جماعه والله العظيم مفيد جدا جدا جدا. اكبر فايده ان هو بيديك طعم جميل جدا جدا. عندك مشكله في العظام بيعالجها، عندك مشكله في عاوزه تخسيس بيعالج معاك برضو ايه، بيرفع معدل نسبه الحرق معاك. عندك مشكله في هرمون معين مثلا زي هرمون التستوستيرون، ده الهرمون ده فيه مشاكل كتير بيعاني منها، مشاكل كتير في كتير من الرجاله بيعاني من الهرمون ده بيعالجه جدا يا جماعه. عندك مشكله في تساقط الشعر، بيعالج معاك تساقط الشعر، فوائده عظيمه جدا جدا. خدنا قيمه 3 ايه؟ خدنا قيمه 3 حبات من الكركم. هنيجي برضو ناخد قيمه ايه؟ حبيتين من الجنزبيل. ويا سيدي يا سيدي يا سيدي بقى على الجنزبيل. لو جيت اكلمك على فوائد الجنزبيل من هالبكره والله ما هنخلص يا جماعه. احنا داخل علينا شتاء، دايما في فيروسات، عاوز مقوي عام لجهاز المناعه. الجنزبيل عاوز اول حاجه بترفع معاك معدل نسبه الحرق وبتشغل الحرق بطريقه غير طبيعيه. لو انت عاوز تخسيس، الجنزبيل. عاوز اول حاجه مقوي عام لجدار المعده، الجنزبيل. عاوز اول حاجه مقوي عام للرجاله، الجنزبيل. عاوز اول حاجه معاك بتحرق معاك دهون ثلاثيه، الجنزبيل. الجنزبيل والله العظيم حاجه غير طبيعيه. هناخد ايه؟ هناخد معانا 3 ايه؟ حبيتين معلش او عودين من الايه؟ من الجنزبيل. وهنيجي على الروزماري، هناخد قيمه ربع معلقه، لان خد بالكم يا جماعه الروزماري ممكن يمرر معايا التحويجه. الروزماري ممكن يمرر معايا، فانا باخد قيمه نص معلقه صغيره كده من الايه؟ من الروزماري. وهاجي بقى على ايه؟ على الجمال والابداع بقى، والحاجه اللي هي بتخلي طعمي، او معلش لو انا جيت اقول لك ان انا اللي هو الخلنجان ده سر الخلطه كلها في الخلنجان. والله العظيم الخلنجان ده لو انت جربتيه معاكي في التحويجه حاجه جميله جدا جدا والله العظيم، لوحده حاجه كميه من الابداع. الخلنجان هاخد قيمه ايه؟ قيمه 1.5 كده، وهيطلع معايا بالمنظر الجميل ده. طيب حبايبنا اللي موجودين فين؟ تمام، معلش قرب عليه الكاميرا كده. ده هيكون بالمنظر ده. حبايبنا اللي موجود في دول الخليج بيحبوا دايما يعملوا البرياني. البرياني يا جماعه احنا بنزود على البرياني الخلنجان، من ضمن اساسيات تحويجه البرياني الخلنجان. طيب هنيجي بقى هناخد ايه؟ هناخد من قيمه معلقتين برضو، هناخد قيمه معلقتين من زر الورد، تمام، او 3 معالق. بيدي طعم جميل جدا جدا، بس خد بالكم بسمر معايا التتبيله. هو بيدي طعم غير طبيعي بس بسمر معايا التتبيله. وهناخد قيمه معلقه من ايه؟ من الجمال والحلاوه دي، من اللي هي الايه؟ اللي هي الكباب الصيني. يا سلام بقى لو انت عاوزه تستخدمي الفلفل الاسمر، تمام. لو انت جاي تستخدمي الفلفل الاسمر لوحده، هقول لكم بقى على سر خلطه يا جماعه والله العظيم. ده بقى ايه؟ مخصوص بالعطارين. ده حاجه خاصه بالعطارين، او ايه؟ او سر المهنه بقى. انا عاوز الفلفل الاسمر معايا في البيت يكون كويس، او في المحل او في اي مكان عندي في العطاره، بضيف عليه سنس ايه؟ كباب صيني. والله العظيم بيخلي طعم الفلفل الاسمر غير طبيعي. جربوا كده.
جربوا كده ان انتوا تطحنوا فلفل اسمر على كباب صيني الاثنين بس، حطوه مع بهار اللحمه، مع عودين مستكه كده، مع عودين حبهان على مستكه وعود قرفه، ده بهار خاص باللحمه. والله العظيم يا جماعه ابداع ما بعده ابداع. كده احنا حطينا قيمه معلقه من ايه؟ حطينا قيمه معلقه من ايه؟ من الكباب الصيني. الشطه بقى على حسب الايه؟ الطلب. في ناس ما بتحبش الشطه وفي ناس بتحب الشطه، فهنحط مثلا على افتراض مثلا نحط ايه؟ قيمه 10 عيدان، لان الشطه بصراحه جميله مفيده، بترفع معدل نسبه الحرق معاكي وبتساعد على عمليه الهضم برده معاكي، وفتح للشهيه كمان، في حاجات كتيره. خلاص. وهنيجي على هناخد كام مثلا؟ قيمه 5 ورقات من ورق اللورة او ورق الغار على حسب المسمى في البلدان اللي عندكم. تمام. وهنحط عليه ايه؟ ليمونه واحده بس كده. فين؟ هنحط عليه ليمونه واحده. معلش صوري الطبق بتاعنا ده بالنسبه للي هو البهار الايه؟ البهار المشكل. ده للبهار اللي هو المشكل اللي انا عاوز اعمله، والبهار اللي انا هعمله في البيت، وهيكون ايه؟ جميل معايا جدا. وهيكون البهار هستخدمه لكل الاكلات، هستخدمه المحشي، لسمك، لحاجات كتير. البهار ده يا جماعه ده اسمه بهار مخصوص او ال11 بهار او على حسب المسمى، هيمشي معاك لكل الاكلات. طب حبايبنا بقى اللي هم بدول الخليج عاوزين يعملوا برياني وكده، هيضيف نفس البهار ده بالظبط، ولكن هيضيف عليه حاجتين. هيضيف عليه اللي هو اليانسون النجمه، اليانسون النجمه على بهار البرياني، نفس التحويجه دي بالظبط. هضيف عليه اليانسون النجمه، وهضيف عليه الايه؟ الخلنجان. طب احنا ناسين حاجه، ناسين الايه؟ اللي هو الطعم الغير طبيعي اللي هو بتاع الايه؟ ناسين معانا الايه؟ ناسين معانا القرفه. هنحط عود او عودين من القرفه على حسب الطعم اللي حضراتكم ايه؟ اللي حضراتكم عاوزينه. في حبايب بيحبوا القرفه، في ناس ما بتحبش القرفه، فخلينا نتفق بايه؟ بواحده بس. تعالوا بقى شوف المنظر بتاعنا ده. تمام. انت عاوزه تزودي التحويجه بتاعتك مفيش مشكله، هتزودي من ايه؟ هتزودي من الكزبره، هتزودي من الكزبره. تمام. لو انت عاوزه تزودي التحويجه بتاعتك هتزودي من الكزبره. طيب معلش صوري تاني كده الطبق. ده المنظر بتاعنا، المنظر بتاعنا بالحلاوه والطعم ده. تمام. ولو احنا عملناه يا جماعه هيمشي معايا لجميع الاكلات، وبكده يبقى احنا عملنا تشكيله اللي هو ال7 بهار او البهار اللي هو المشكل اللي هيمشي معاكي لجميع الاكلات كلها، سواء كان محشي سواء كان سمك. طبعا توابل السمك احنا عملناها وهسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف ان شاء الله. تمام. هسيب لكم اللي هو اللي عملنا. اي حد هيرجع ان شاء الله اول حد يشوفني يخش على الفيديوهات اللي قبل كده. عملنا تحويجه السمك، عملنا برضو البهار المشكل. التحويجه ديت بتكون غير طبيعي والله يا جماعه، هتمشي معاك لكل حاجه وتكاليفها قليله. وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني بلايك وشير. تمام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بحبكم والله العظيم في الله كتير جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.